أكيد ضرر من خجا خيتا خزيان مخبى قد مهاجخ بجزودة باس الدهم لوقا أو نتيلة باس تكتي موثة مخدورة وأكيد علاثة وسباب الدية وش رياثة أتمت مقروخ أكيد وقد مهاجخ بجزودة عم آخر يقرأ مستقبلخ دكتور على نوري سركيس سويرة بخلمانة دك نوشيا قدمت خبرختا دكتور علاء. قدمت خبرختا رابية مريم قام كل من دي هاوتون بسيمة رابل دي استضافة القناة العراقية السريانية ونناقشوا هذا موضوع كلش مهم موضوع البيئة. أكيد رابا بشينا أكيد لأنه موضوع للمعزول للموضوع معزول لا عنن ولا أخني داخل بيئة وخو بيئة داخل ديني يعني. أكيد دكتور يعني إذن رابا جوانب رابا شقمرخ علاثة أو أسباب تيلوايا قاوي اكتيموثة أو تلوث قداها بيئة تيوخ بخاية قاوة بيخ يطخ منوخ دكتور مودي لاني شقمرخ مظاهر بش تخبغ زايل خضروانا باست تلوث وبش اتلي تأثير على الخيوثة ناشئ أكيد. رابيتا مريم قم كل من يخني لازم قم خازخ عن مظاهر او محكوخ ما إذن لازم يضغ بيئة مهيلة يعني لانه ناشئ موضوع البيئة خازل كلمة غريبة للبيئة. البيئة لازم يضخ له تعريف كامل انه بيئة مهيلة بيئة كل من دي الخوضرانا اد من دي الخوضرانا اخني يخبو هذا تفاعل منه واوني يلبو هذا تفاعل منه التفاعل دي او منه تفاعل سلبي اكيد باو التفاعل بيئه منا سلبي تفاعل دي او ايجابي باو تفاعل دي بيئه منا تفاعل ايجابي. بالنسبه للظواهر اهم الظواهر دي اللي بظهارها ده قاود بيئه انه خامنه ظاهره الجزيره الحراريه. ظاهره الجزيره الحراريه اكثر شيء الى بظهارها قاود مدن بسبب دي انه التطور العمراني دي الببرايه والتطور العمراني دي الببرايه بهذا زحف للمساحات الخضراء يعني دكت دزروتا الى ناثا اللي اني الي اصلا يعني دمرخ رئه دي بيئه دي كذا تصفيه للغازات والاكسجين شغله ثانيه اكسيد الكربون شغله اكسيد النيتروجين إضافة إلى ترطيب الجو إضافة إلى الظل نسبة الظل العالية دي بفقاده أخني بسبب قطع الأشجار وإزالة يعني إزالة المساحات الخضراء ويخبو هذا قاوة عمارات وبهذا قاوة بيثواثة وبهذا قاوة مصانع. هاي وحدة من الظواهر اللي دي لدها مأثورة واللي دي لما زود جيبا أكثر شيء أو تلوث الجو لانه احنا التلوث ثلاث انواع له التلوث المياهي التلوث الارض الصلبه يعني هاي اوبرا وما اوبرا العفو والتلوث الغازي يعني تلوث الجو وايدها يعني في سنه 27 26 يمكن بغداد بويا اسوأ مدينه للعيش من ناحيه التلوث الجو بالغازات وخاصه الغازات السامه. رابس باي دكتور بيخ همزمخ دن اسباب رئيسيه شق امرخ مودي لان اسباب رئيسيه يعني ناشئت شق امرخ افراد اتلي خا سامه يعني خا احصائيه بش زوده ان ايثن مشاكل خدميه لوايا يعني صناعيه لمخلفات تخمندي بش مأثوره يعني سبب ايكل بش زوده نسبه وايه من تلوث. رابيتا خلينا ايضا مقسمه التلوث الى 3 اقسام رئيسيه. التقسيم التلوث تقسيم تلوث طبيعي يعني كبار بسبب البراكين والزلازل وهي تلوث طبيعي. الاثنين تلوث بسبب الانسان هاي دي تلوث سبب الانسان هم نوعين يعني التلوث بيتي لاخني كودخل من بيثه بالط من بثواثا نخني كلن وثن تلوث صناعي له يعني فردي بمروق وثن تلوث صناعي للتلوث الصناعي المعامل ومصانع حتى المستشفيات حتى يعني
يعني المناجم، استخراج النفط، استخراج المعادن تحت الارض، ان كبلطوق لي كل اني كودي تلوث. بدا اروح للتلوث الويست ديك بالط من بيثا نخني بيثواتن ديك بالط، اي هم التدور كلش كبير قاو التلوث البيئه. اكيد رابي يعني اتلن بغزايا ان شختي تيلا بواي اكيد جو جداني دخل متخرخ ان افعال فرديه تيلا ببرايا ان سلوكيات دخي ماسخ مكليخ لايديم يوم قد مخامخ مخدوره ينخا بيئه تمس خضروانا. رابيتا اخني اهم شيء يعني بال السيطرة على الداو تلوث أو الداي ويست ديك بالطن بيثن لازم كل خا بالعائلة التدور. فأخني السيطرة داي تلوث إيبن لازم يستخدموا 4 أنواع أو كم رخ لي مرات 5 أنواع. أول شيء لازم أخني زن اللي كم رخ ريديوس أو قلة الاستخدام. قلة استخدامها هي لانه اخي كنت بالتسوق ديا اليومي، يعني بالتسوق ديا اليومي اشياء لتن مواد او اشياء لتن لازم قاول اذا يشغلوا خلا المواد الايبي مثلا تغليف اكثر من اللازم كرتون واني لازم لا شغلوا خلي. يعني الشيء الاخر الاستخدام هي علاقه النايلون دك شغلوا خلا اخني قداروا قاوه مواد دين كم سوق خلي لازم اني نايم مستخدم غذاء علاقه بش طول مستخدم مختتي وطلث واربي هاي غذاء ادخرتها الحاله خرت ايبن مواد كبيره انت نخني قاود بيثا ايبن مستخدمو خلي مره ومرتين وثلاثه ايبن محورو خلي باتجاه اخر حتى تلزال ضمن المخلفات. الشيء الاخر اللي الليل دور ديا هاي دور يعني الحكومه ودور الدوله ودور المنظمات اللي هي باتجاه اعاده التدوير كمرخ الريسايكلينج. المواد اللي ايبن مستخدموخ لها مره ثانيه يعني محولوخ لها الى مواد اوليه ومصنعوخ لها مره ثانيه او تصنيع مره ثانيه مواد اخرى بايبن مستفيدوخ منها. قسم من بعض المواد البيولوجيه مثلا ايخاله وما ايخاله وزايد ونسوا عن بعض المواد ديد اشجار بيث قطوخ لي لكن ما ايبن محولوخ لي فواكه تالفه ايبن محولوخ لي الى اسمده. بس المهم اخني اخذ بيث رابيته لازم اخني بادو نظام للموجود جيبن بعراق. يعني هاي اهم نظامي لازم يعني من ده منظمات رخشي اللي لازم دوله درياله في الحسابات انه نظام عزل المواد بالبيت. يعني داولا لازم بدل غذاء سله مهملات داولا بيثا داولا 3-4 سلات مهملات حسب الالوان، سله بويتها مواد زجاجيه، سله دويتها مواد معدنيه، سله مواد بيولوجيه اللي هي بقايا الاكل وبقايا الاكل. اني ماده يعني طريقه العزل من البيت كم سهله عمليه معالجه النفايات. اخني ده المشكله ما هي لاخني جيبن خلطوا بيثا بسله غذاء الزجاج المعادن البلاستيك المواد الغذائيه وحتى والكارثه الاكبر يعني التنخني انه المخلفات الطبيه. مخلفات الطبيه حدك مستخدموخ له بيث هاي سرنجيلا هاي ضمادي هاي لكن ما هاي كلها مقدار اخر من داني الويست. فاني كنت جمعي مغذاء اذا المواد كيميائيه كودي تفاعل المواد البيولوجيه خلطي ويا المواد المعدنيه عمليه العزل بيشة اصعب. يعني انا شغل طلاب دي كلب لنا معمل فرز النفايات لتن معامل معالجه معامل فرز النفايات. يعني انا متمنى لو كل فرد بالمجتمع زال زاير اي معمل تخاز قاود معمل سيارات دك نقلي بس مجرد مخلفات البيتيه خاز الكميات دك ما طيلاني معامل ما قيلي بهذه قيمه انه مواد الان بتلفي او بشيتي. رابس باي الدكتور علاء مخوبه وخت همزمخ بجدوده التلوث اتهاوى شق امرخ الجو الدين اديم يومه معامل ين مصانع الى ورابع عوادم سيارات الى مولدات واذ حرق النفايات مخت يضغقوا رابع مناطق وايله عشوائيه حرقه نفايات وايله رابع تاثير سلبي قا جو الدين وقا بيئه الدين مودي لاجراءات دخي ماسخ مكليخ من دنا ظواهر.
رابيتا هون اهم شيء تندا اخني ده الظاهره الاكثر تلوث جيبا يعني بالعراق دها. انا كنا بقرا تقرير كمري بحدود اكثر من 50,000 مولده لا حكوميه. اني مولدات الى مستخدم الغاز، ماده الغاز اللي ايبه ماده الكبريت العاليه، وماده الكبريت غاز ثاني اكسيد الكبريت غاز قاتل، يعني غاز سامي. هاي وحده من اكبر اسباب التلوث دا قاود مجتمع التنخني. بالمقابل انت المعامل اللي خاصه معامل مثلا دي تكرير نفط، معامل دي كيميائيات، أنا أكثرتي ليلي خاضعة للمتابعة، أكثرتي ليلي متابعة ليبي فلاتر تصفية للانبعاثات ديبي. يعني أنا دور الحكومة لازم تأخذ متابعة أني حتى في سبيل ضمن قلة من نسبة الانبعاثات. بالإضافة عدد السيارات، يعني الدول العالم كله إلى من تقول إلى ما كمري النقل العام مقلل من عدد السيارات المستخدمة الشخصية، واللي جايه متى دور كلش كبير. زي اخني دا قيكاوخ بالمناطق المدنية الحضرية خاصة درجات الحرارة أعلى من مناطق الريفية، لأنه بالمناطق وإلى ببراية احتباس حراري وببراية ظاهرة كمرق الجزيرة الحرارية بسبب أن الانبعاثات الكيميائية. أخني دان آثخ طبيعة الهواء ديوخ يعني متنفسة داخل المدن دي خاصة العراقية، بخاصة نسبة المواد السامة كلش كبيرة لي. ذكرتها بعد حرق النفايات رابيتا التنغذى مشكلة كلش مهمة. لو ناش لك يذي لقاوت حرق النفايات إثن كثير من المواد الكيميائية كوية بالحالة الصلبة. هاي المواد الكيميائية تكاوي بالحالة الصلبة كنت إيبا معالجتها أسهل لا، بس أني مواد كنت بثر ما كملهي لي ناشك مقضي لي ناشك محولي لي من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية. إياك كنتكم حول الحالة الغازية، يعني مساحة التلوث ديك بيشة أوسع. يعني أني ممكن بودي تلوث كنت كاي بالحالة الصلبة في متر مربع واحد أكيد. بس كنت مقضوق لي بذلك بالأجواء ممكن بودي تلوث بالكيلومترات. أكيد وبالتالي ليه ما صخ ضيرخ أو دخل إعادة تدوير خقخيتا يعني لا يعني يعني من طيله مرحله الحرق خلاص حولتي الى حاله غازيه اخر من تختص فيها. اكيد الرئه برناشه دخلت رئه بيئه رئه ديا منيله رئه ديا الى المساحات الخضراء. زين اخني المساحات الخضراء يخبق ضايع اللي رابيتها يا اما كوذخ لي خشب تحرق، يا اما عبث، يا اما المشكله الاكبر ديلا بمرخ اخني قله الامطار، قله السقي. انا الى بمياثه يعني المساحات الخضراء الى بمياثه نسبه التصحر قيما بالبلد الى بزياده. فمعناته اخني ذات المشكله الثانيه انه اخني كديوخ محول المواد السامه الى غازيه. زين لتن يعني مصفي ثاني طلي. أكيد دكتور علاء، يعني بالنتيجة كلها أني من ديانة يعني منطي الخاء مندي أو تقيلة تأثير الصحة مجتمع بكلها، يعني شو قمرخ قداها بيئتي لبخاية قاوة مندي خينا دكتور علاء يعني مخبخت همزمخ باسدية بوش زودة أو إلى تلوث مية الأنهار. يعني أكيد أخني إتلان رابع اعتماد الدن مية نارواثة بما بلغت دي أكيد أو تلوث أب إلى واضح تأثير الخيو تدين جو داها بيئتي وخبخاية قاو. تمام رابيتا تلوث المايه يعني خمندي كل الصعويل. المشكله ما هي للتنخني داخني كل اخني حسب الثقافه العامه ديا انه اخني كيذوق انت تصفيه مياه. يعني المجتمع ديا لك هذا انه تصفيه الاثم فرق بين تصفيه المياه واثم فرق بين معالجه المياه. اخني معامل التصفيه دي مايا
معامل تصفيه دي مايا كودك شغلوا طلاب دي تامك شرحوا طليت عن معامل تصفيه مايا عمليه دي فقط ازاله يعني شغلي المواد العالقه اللي بمرخ اتربه وما اتربه واشياء عالقه قاود مايا زين اني عزلي لي وبعدين كاثي كودي تعقيم للمواد البيولوجيه بمرخ بكتيريا وغير بكتيريا. المشكله الكبرى المشكله يعني اكبر مشكله اتن ما هي اخني دا اتن مياه الثقيله بمرخ لي مياه تكرمون التواليتات اني مياه التواليتات يخ بشياته قوي قاصر وبشياته قوي منظفات وبشياته قوي مواد كيميائيه وبشياته اضافه للمعامل افرازات المعامل اني كله الي بزاله مباشر المايه كنت كيزي مباشر المايه كنت كاثي بعدين معامل تصفيه المياه كودي معالجه للعوالق والمواد البكتيريا المواد الكيميائيه لتن امكانيه اخني عزلخ المواد الكيميائيه من مايه اني مايه بعد التصفيه ولا بدأ طالع البيثا ولخ مستخدمي مياه تشتايه وتخلول يخلانو ويخلول فاكهه وخلول كذا اني مواد كيميائيه الى داخلته بدآره الا كمواد مسرطنه مواد سامه مواد الى مأثور حتى الجينات الوراثيه دي يعني. رابط دوست دكتور علاء فاي كارثه بس ناش لين منتبه الا يعني. اكيد خمن دي رابا ممريانه له مأجزانه له شق امرخ يعني رابا اث معاناه جو دوا موضوع شق همزمه خجل جيبه قانونايه قانون عراقايه هديه قانون عراقايه هل هديه شق امرخ ما صاوذ محاسبه ين سنيقه وخ اوذخ تعديل بجزوده سنيقه وخ فرض عقوبات بجزوده محاسبه رقابه دخل هويه قد خزخ نتيجه بش سباي. رابط القانون العراقي اتنخني قوانين يعني لقب له بهذا تلويث للبيئه واتن بعد محتاجين قوانين اكثر انه اخني لازم فرضخ للمعامل انه معالجه الانبعاثات الابخره وما ابخره دك بلطي من معامل كبخ اخني محتاجين بعد تفعيل قوانين جديده او العفو تفعيل قوانين دي لي دميخ ليلي مستخدمي اضافه الى تشريع قوانين خاصه اضافه الى يعني استحداث طرق جديده تشريع قوانين لاستحداث طرق جديده لمعالجه النفايات اضافه رابطه متابعه المخلفات دي لي بزاله قاود مايا دكشيتي لي يعني إثن مخلفات إلى من مستشفيات مباشرة كيزي تمايا إثن مخلفات دي تكرمين مجاري وتواليتات أنا إلي بزالة مباشر المايا أنا يمكن إلي كل متابعة وقوانين إضافة يعني دا إثن في بعض القوانين مثلا آخر في كردستان ممنوع ناشا شايت مندي من شباك السيارة بشارع. هاي قانون حلوية يعني أكيد. ممنوع قطع الأشجار قانون حلو بس ما كبيلي تفعيل أكثر يعني كبيلي تفعيل أكثر وبعدين رابطة الموضوع للكل على أكتاف الحكومة على أكتاف الدولة على أكتاف المجتمع أكيد منظمات مجتمع مدني ماصف أمرخ لازم دكتور علاء يعني إذن دور بالخانة المنظمات ضعيفي لدور المنظمات المجتمع ضعيفي لانه على سبيل المثال يعني انا ده التخصص دي دراسه الماجستير دراسه الدكتوراه دي النفايات المنزليه وكيفيه معالجه النفايات المنزليه بالدكتوراه انا اصلا انه اذا برنامج تثقيفي للشباب دخ اودي معالجه للنفايات من اول نقطه من نقطه اعاده تقليل الاستخدام يعني اقني التن بحوث التن دراسات بس لخال البو هذا تفعيل اني بحوث ودراسات دين لخال برجع اللي بشقلي
يعني برنامج انا نوي اذا يبقى مستخدمه الحكومه بأيوال عن طريق المنظمات، عن طريق أكيد خطوة المؤسسات مهمة التعليميه، يبقى مستفيدي منه يعني مستفيدي منه. الحل الامثل والاكبر توعيه المجتمع له. اكيد. رابط سباي دكتور علاء فاخي هاي مشكله اتن دور ضعيف له. رابط دوس اذا من دنا توصيات ديوخ شق امرخو ان معلومات تقمت خلت له جوده هتبقى تمودي لرساله ديوخ كل خزيانا مخبه بخيلت على ماسخ مدبقه خبيه وبالخخ لقو خيوثا يوميتا قد خزخ بلاطين خزخ نتائج بوش سباي قابي الديان. انا غزيلي ظاهره غريبه يعني خذت داعي ببرايه جيبن، ظاهره حرق المزروعات بعد الحصاد. يعني حرق المساحات الزراعيه مقضي اراثه كوزرئي خطه وصار يعني بمساحات كلش كقرابه. اولا اد مقود الى محول كبيره مواد الى ابخره ملوثه هاي غذاء من دتري البقطاله كل الحيوانات اللي موجوده اجناس من الحيوانات الى بقياده ومياثه بالمساحات ربثه. نسبه الكربون ثاني اكسيد الكربون المنتشر اكثر. زين هاي ظاهره كل سلبيه له. بعدين الظاهره الثانيه اخني اللي كموصن مجتمع قاوح انه يا اخوان كنت خان انت 5 متر مربع قامت بيته شو زارق ذئيلانا؟ يعني انا نزرق ذئيلانا وحضرتك ذئيلانا وكنت خا زارق ذئيلانا، يعني كانه اخني يخمزود المساحات الخضراء يخمزود رئه البيئه حتى بيئه دائما مع معالجه للغازات السامه. كم النباتات نفسك مزيدين نسبة الظل كودي تصفية تبوخة من الطوز وما طوز وعوالق دي لقاو تبوخة. زين فهاي أهم نصيحة. النصيحة الثانية قبل ما الزونخ قبل ما السوقخ أي شيء مفكروخ لازم هاي ندي بزوانة مفيدة له أهميته ما قيله ومحولغ دائما حتى أوضغ تشجيع لتلوث يعني السيطرة التلوث البيئة وتقليل النفايات. زونخ مواد أقل كمرخ الباكجينج الأقل تغليف دليبي كارتون كبيرة دليبي لأن هاي كلك شيء تخلب زبل بعدين وهاي كلك بايش نفايات. فهاي أهم شيء له. بعدين توصية أخرى أنت مجتمع أنه أن جلديا مستخدم مخلي جلد إيباي يعني مجال أنه تستخدم ولك من لو شنة مرة ثانية إذن مؤسسات شارتي يعني كنائس جوامع إيبن زن متبرع قوي تناشد مستفيدي مني حتى مقلق من كمية النفايات اللي تخلي خارج أطعمة بزونخ على قد كمية اللي أخنك مستفيدوخ منها لك زونخ كميات كبيرة وبعدين الباقي تالف وكشي تخل قاود تلوث. يعني هاي من كلش مهمة لأي نقاط ناشد منتبه إلي. رابط سيد أكيد دكتور علاء خمندي رابع أن نقايلة وسنيقة وخماشة مدخرتها وهمزبتة من مختصين مخم يقلوثخ بهتخد بقياثة قد هاويلا وعي بجزودة ومدخرتها بمودي جارك أوذخ ومودي جارك رخنخ منه. أو بسي مرابل ديت بقتا. أكيد دكتور علاء بسي مرابط ويلخ منن قدات بقتا أكيد دخد متخرة خورتي يولخ خالا المعلومات إلى رابط سباي بخيلت آلا يعني خزيانا ميقرأ قم شميلا قم خزيلا قداها تبقته وقم هويلا فائده اكيد قد مطيخله ومخدشه مبصرخ من دو تلوث تيله بوايه اكيد. بسيمه رابا دكتور علاء نوري سركيس. هاوتن بسيمه رابا ديت بقته وطيناند منته من نوخني القميوت لان اي فرصه ما اصف منطيخ من ديانه دخت امرخ معلومات لمجتمع يمكن اخذ بالمناسبه يعني اكبر دور ويب منطق منه معلومات من خلال القنوات التلفزيونيه والسوشيال ميديا. انا كلش مهم لي دائما ودائما طلبوا اخني بكل بحوث دين بكل دراسات دين انه داولخن دور كبير
واخني طينان من تيوخ ديوتو هذا فرص انه ناشد منطقه هذا معلومات مجتمع. اكيد دكتور اتلن اقاره بيوخ وبسي مرابا الويتوخ منن.